جماهير الزمالك يا جماعه زعلانه ان رابطه الانديه وقعت عقوبه النهارده على نادي الزمالك، غرامه 200,000 جنيه وحرمان جمهور الزمالك من مباراتين على التوالي. قال لك جمهور الزمالك مش هيحضر لمده ماتشين مع الزمالك ومش هيشجع الزمالك. طب النادي الاهلي ايه العقوبات اللي عليه؟ قال لك العقوبات النادي الاهلي 200,000 جنيه وحرمان جماهير النادي الاهلي مباراه واحده. طب الجمهور مش هيحضر؟ قال لك لا، ده الجمهور بس اللي كان حاضر في ماتش القمه هو ده اللي مش هيحضر، اللي هو الجمهور بتاع الثالثه شمال، هو ده اللي مش هيحضر. انما اي جمهور، يعني مثلا مباراه الاهلي مثلا مع حرس الحدود، ممكن جمهور اللي هو بتاع الاسكندريه يروح عادي، مفيش مشكله، هيحضر عادي ويخش عادي. النادي الاهلي معلوش حرمان. امال مين الحرمان؟ على مين؟ قال لك على الناس اللي كانوا حاضرين في مدرجات الدرجه الثالثه، اللي هم كانوا حاضرين في ماتش الاهلي والزمالك، اللي هم متسجلين مثلا ان هم كانوا حاضرين في الماتش دوت واخدين تذاكر. طبعا الاي دي بتاعهم معروف مين اللي اشترى التذاكر في جمهور الدرجه الثالثه، دول مش هيطلع لهم تذاكر الماتش اللي جاي، انما الماتش اللي بعديه عادي يحضروا عادي وخلاص، مفيش اي حاجه خالص. هنا جماهير نادي الزمالك زعلانه، تقول لك مش معنى احنا ماتشين. هل بسبب عشان هم غلطوا في امام عاشور؟ ايوه عشان غلطوا في امام عاشور، وامام عاشور ما ردش عليهم وكان في ضبط نفسي. طيب هل عشان خاطر البيان اللي طلعه مجلس اداره الزمالك وان هو ما قالش فعلا ان الجماهير بتاعتي غلطت، بل بالعكس كان بيدعم الجماهير وكان بيشايف اللي الجماهير عملته ده مش غلط؟ بسبب كده رابطه الانديه مطلعه النهارده عقوبات على نادي الزمالك. طب نبيل عماد دونجا ايه ظروفه؟ قال لك نبيل عماد دونجا كمان هيعاقب بغرامه 5000 جنيه عشان واخد الانذار الثالث. دي النهارده كانت العقوبات بتاع رابطه الانديه. طب النادي الاهلي سكت؟ قال لك النادي الاهلي مش هيسكت. ليه؟ قال لك انا عايز اجيب حق امام عاشور. طب احنا غرمنا اهو نادي الزمالك 200,000 جنيه وكمان جمهوره مش هيحضر مباراتين. قال لك لا، ده انا كمان النادي الاهلي عمل شكوى النهارده للجنه الانضباط بيطالب فيها بمعاقبه الزمالك ومعاقبه جماهير الزمالك عشان غلطوا في امام عاشور.